ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اليومين اللي فاتوا دول حصل احداث كتير قوي في الحدائق هنا مش لطيفه خالص. يعني واحده داخله شقتها، حد يزقها ويحاول يحطش عليها الشقه. حد في الشارع يتفاجئوا ان العربيه بتتكسر، مش عارفين ايه. مين بيكسرها؟ باب حد بيحاول يفتح شقه عند الجيران. الاحداث دي كلها بصراحه عملت لنا توتر كبير قوي. الحاجه الوحيده الحسنه ان الناس دي كانت مركبه كاميرات، فاللي بيفتح الباب، اللي حاول يزق البنت ديت ودخل وكان عايز يزقها وحاول يخش وراها الشقه، اتجاب من الكاميرات. فانا حسيت ان انا فايتني كتير قوي. ازاي انا لحد دلوقتي مش مركبه كاميرا؟ طب لا قدر الله لا قدر الله حصل اي ظرف زي كده معايا، طب ايه الوضع؟ فعشان كده انا خدت خطوه انا اتاخرت فيها. فانا كلمت البيج بتاع التكنو هاب وركبت الكاميرات عن طريقهم. هم بيج محترمة، باشمهندس محمد شخصية محترمة جدا وعامل عروض حلوة، وشغلهم ممتاز. وأول ما كلمته تاني يوم على طول اللي هو النهاردة جه ركب لي الاتنين كاميرا. هو عندهم سيستم 4 و5 كاميرات، بس أنا بصراحة كنت محتاجة كاميرتين بس. عملت واحدة في البلكونة علشان تبصلي على العربية، وواحدة تانية على باب الشقة علشان أبقى شايفة مين اللي بيفتح، وكمان أبقى برضو مطمنة على عدد. أنا الدور عندي فيه 4 شقق، مش بس أبقى مطمنة على شقتي، أبقى مطمنة كمان على الدور كله. تمام. ركبتهم وإن شاء الله هنجيبهم برضو في العمارة عندنا، لأن الأحداث اللي حصلت دي موترة الكل وخلينا كلنا قلقانين على ولادنا، لان طبعا كل واحد بيروح شغله وسايب. في ناس بتسيب ولادها في البيت، بنوته تفتح لوحدها، حتى لو شاب. والله الدنيا مبقتش متظبطه بصراحه، والوضع بقى يخوف، والاحداث كلها جت ورا بعضها. فلفتت نظري ان ازاي انا متاخره لحد دلوقتي. واول ما كلمت الباشمهندس محمد من بيج تكنو هاب جالي على طول وعمل لي عرض حلو جدا، سواء ليا سواء لمتابعيني. عمل لكم عرض 10% على العروض اللي هو عاملها اساسا في البيج. هنزل لكم اسم البيج هنا وهنزل لكم اللينك بتاعه. ادخلوا كلكم اعملوا فولو، واللي محتاجوا يكلموا على طول. سواء عايز تأمن بيتك، سواء عايز تأمن محلك، سواء عايز تعمل سيستم كامل للعمارة عندك، مصنعك، شركتك. هو شخصية محترمة وهيعمل عروض حلوة. واوعوا تنسوا تقولوا له ان احنا تبع من متابعين رانيا صلاح علشان تستفيدوا بالاوفر 10% فوق العرض الاساسي اللي عنده.